رايحة اتغدى عند ماما، قالت لي انت هتعملي لنا نضيفة، تعالي يلا عشان تعملي الاكل. المهم رحت وجبت قلقاس وقطعته وغسلته وصفيته زي ما انتوا شايفين كده، وهاتك غسل وهاتك تعكه لغاية ما نضيف. وجبت معايا حزمة من السلق وحزمة من الكزبرة، والمهم وقطعتهم وحطيتهم يتغسلوا عشان كانوا مليانين طينة. وجبت هنا معايا فاصوليا خضرا برضو قطعتها ونقعها في المية. وجبت طبعا فراخ دوبك هنا غسلتها وحطيتها تتسلق، وحطيت ورق لوري وحبة فلفل اسود وحبة ملح وحدايتين حبهان. ومعايا هنا بصلاية كبيرة خرطتها حتت صغيرة، ونزلت عليها بمعلقة السمنة البلدي عشان تتحمر، ونقلت الفراخ على العين اللي جوه، قلت عشان البصلاية تتحمر معانا بسرعة. وهنا بعد ما البصلاية بتاعتنا اتحمرت نزلت عليها بصلصة الطماطم بتاعة الفاصوليا، واقلب 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 واسيبها لغاية ما تتسبك مع بعض. ومش هحط اي توابل ولا اي حاجة غير بعد ما تتسبك، هحط واحدة بس من الورق اللوري على صلصة الطماطم، وهبدأ ان انا انزل بالفاصوليا بتاعتي واسيبهم يغلوا مع بعض ويستووا مع بعض براحتهم. ومش هضيف اي توابل ولا اي ملح ولا اي حاجه دلوقتي غير بعد ما تستوي الفاصوليا. وهنا غطيتها وسبتها، واول ما دخلت في السوا قلت بقى لازم احققها عشان لما تستوي خالص تبقى واخده من طعم الحقيقه. المهم نزلت بمكعب من الماجي ومعلقه من الفلفل الاسود وسنه من التوابل، وهحط شويه الملح، وكده خلاص الفاصوليا بتاعتنا بقت جاهزه. هننقلها على العين التانية، وقطعت فص توم حتت صغيره وهننقلها على العين التانية، وهنطلع الفراخ بتاعتنا. ادي هنا الفراخ بتاعتنا كده استوت، وهنطلعها نحط في صينيه، وهركنها دلوقتي على البوتاجاز. وهاخد حلة الشوربة هنزل فيها بمكعب من الماجي، وهبدأ ان انا هقلب الاول الشوربة وبعد كده هنزل بمكعب الماجي اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا الشوربة فيها ورق لوري وفيها حبان وفيها كل حاجة. ونزلت على طول بالقلقاس. وهنا كنت عصرة السلق والكزبرة بعد ما غسلتهم حلو، عصرتهم في الخلاط وبديت ان انا اصفيهم، وبعد ما صفيتهم نزلت بالميه بتاعتهم وعصرت التفل كويس، ده اللي انا هحمره. وهنا كده الفاصوليا بتاعتنا خلصت. هاخد الفراخ بتاعتنا ارش عليها حبه ملح وحبه فلفل اسود وحطيت حته زبده، وهدخلها الفرن بتاعنا علشان تتحمر في الفرن. وادي هنا القلقاس بتاعنا بيغلي. هنروح في طاسه صغيره نحط معلقه من الزبده ومعلقه من السمنه البلدي، وهنزل بالتفل اللي انا عصرته كويس. هبدا ان انا احمر فيه لغايه ما ينشف معايا ولونه يتغير. هنا اهو السمنه بتاعتنا والزبده ساحت. هنزل بقى معايا بالتفل اللي انا عصرته اللي هو الكزبره والسلق بتاع القلقاس. احنا حطينا الميه على القلقاس هو يغلي معاها، وهنعمل السلق هنحمره لغايه ما ينشف معانا. حطيته وهبتدي ان انا هقلب فيه. طبعا هو يقعد يشرب في السمنه وانت هتقعدي تزودي سمنه، لا انت حطي وهو يقعد في السمنه ما تزوديش، هو هيرصد السمنه بتاعته تاني. وهنا نزلنا بمعلقه كبيره من الكزبره الناشفه على السلق بتاعنا واحنا بنحمره اهو. بصوا كل ما بينشف كل ما بيرصد السمنه بتاعته تاني. فانت هتحطي سمنه وهو يقعد يشربها، وتحطي سمنه ويقعد يشربها، هتبقى معاكي لبخت. ادي هنا اهو حطينا معلقه التوم الكبيره، وهنبدا ان احنا نقلب كله مع بعض. طبعا التوم معاه هيتحمر، ما تقوليش التوم كده هيبقى ني ومش هيبقى ني، لا كله هيتحمر مع بعض. وهبتدي ان انا هقلب بقى كله مع بعض. وحتى بصي لو ملاحظه ان اللون بتاعه ابتدى يتغير. بصوا يا جماعه بقى عامل ازاي ورصد ازاي كل الزبده والحاجه اللي هو كان متحمر بيها الاول شربها وبعد كده رصدها. هنزل بيه على القلقاس وهو بيغلي. طبعا هو بيعمل طشه زي صوت طشه الملوخيه. وهاخد بحبه ميه من ميه القلقاس اللي هي الشوربه، وهمثلثهم كده في الطاسه، وهرجع ان انا ادلقهم تاني. كده القلقاس بتاعنا ولا محتاج اي حاجه، ونسيبه يغلي مع نفسه ويستوي. وطبعا هو متحقق هناخد بعدينا ونروح نعمل حبه الرز ابو شعريه. طبعا كلنا عارفين الرز بالشعريه بيتعمل ازاي، ولو مش عارفه هقولك بيتعمل ازاي. هنا حطينا حبه الشعريه وحطينا عليهم حبه السمنه. هتعملي نص كيلو رز هتحطي عليه ربع كيلو شعريه، هتعملي كيلو رز هتحطي عليه نص كيلو شعريه. وهنبتدي ان احنا نحمر الشعريه، وبعد كده نزلنا عليها بالرز، وهنحط معيار الميه لغايه ما توصل الميه لغايه طرف المعلقه فوق، ونحط الملح على حسب الرغبه. وادي هنا بعد ما الرز بتاعنا اتشرب نقلناه على عين الواتشه وقلبناه كده الرز بتاعنا استوى. ولو وصلتي لغايه هنا ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغيرك. مع السلامه حبايب قلبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم.